السلام عليكم، اهلا بيكم في الهواري والخلاصة وبالمختصر المفيد ومن غير تعقيد. نبدأ الحلقة على بركة الله. لطالما اسرائيل كانت بتراهن على الخلاف المصري التركي، ودايما كانت تقول طول ما مصر وتركيا في خلاف بينهم احنا في امان، ولكن تأتي الرياح دائما بما لا تشتهي السفن. النهارده وبعد انقطاع 13 سنة مصر وتركيا بياخدوا بعض بالاحضان وبيلموا الشمل من تاني، وبعد عداء بين مصر وتركيا على الملف الليبي ومحاولة تركيا في بسط نفوذها في ليبيا، النهارده وبعد 13 سنة مصر وتركيا هيعملوا مناورة تحت ما يسمى في بحر الصداقة. مصر بتقول ان دي رسالة طمأنينة تحت مبدأ القوة بتساوي الأمان. مصر مدركة كويس جدا ان بقاء الدولة من قوتها، ودي الحقيقة او المبدأ الأساسي اللي بتتبعه أي دولة، بقائي من قوتي. أما تركيا بتقول ان التعاون المشترك بيننا وبين مصر ده رسالة صد للعدو الأكبر في المنطقة، وخاصة بعد هجوم إسرائيل على الدوحة. طيب خلينا كده نقول يا ترى ايه الدافع بين مصر وتركيا على التعاون المشترك ده، وخصوصا بعد 13 سنة من التوترات بين تركيا ومصر، ويا ترى مين المستفيد من المشهد ده والتعاون ده وايه تأثيره على اسرائيل. طيب خلينا نفكك الإحجية دي عشان نفهم كويس مين المستفيد ومصر بتسعى. دلوقتي مصر أدركت إن في عدو خطير بيهدد المنطقة يوم بعد يوم، وبالتالي لو هتفكر من منظور الجيش المصري إزاي نصد القوة دي اللي بتهدد الشرق الأوسط يوم بعد يوم، هتلاقي الموضوع ده يكمن في توطين السلاح وإزاي نصنع سلاحنا بإيدنا، بدل ما يكون في المقام الأول اعتمادنا على استيراد أسلحتنا من الخارج. وبالتالي قد كان في عام 2024 رئيس الأركان للجيش المصري أحمد خليفة زار تركيا ووقع معاهم مذكرة على التعاون المشترك وتبادل الخبرة العسكرية، وكان نتاج التعاون ده إن مصر خدت من تركيا تكنولوجيا تصنيع الطائرات المسيرة ومنها الطائرة تورخا، واللي حاليا بتتصنع محليا في مصر. الطائرة دي اللي بيميزها انها بتستطيع الاقلاع بشكل عمودي والهبوط بشكل عمودي، وكمان عندها قدرة على جمع المعلومات الاستخباراتية والهجوم الدقيق وضرب اهداف محددة. الطائرة دي بتتصنع في مصر حاليا، وده عامل قلق لاسرائيل لان ده مش مجرد تطور تكنولوجي، لا ده بيغير قواعد اللعبة في المنطقة على مستوى المراقبة والهجوم الدقيق. بالنسبة لإسرائيل ده شيء خطر جدا، وخاصة في جمع المعلومات الاستخباراتية، ودي خطوة بترفع مستوى القلق العسكري عند إسرائيل. وده المعروف عن إسرائيل، أي دولة عربية بتستضيف تكنولوجيا جديدة أو بتخترع تكنولوجيا جديدة تلاقي إسرائيل قلقانة دايما. وفي الفترة الأخيرة وبعد ما أعلن نتنياهو عن إسرائيل الكبرى، ده معناه إن الفكر والأيديولوجية اللي عند نتنياهو مش بس فلسطين، لا ده توسع في المنطقة كلها. علشان كده كان لازم يحصل مناورات وتحالفات زي دي، واعتقد بعد المناورة اللي جاية بين مصر وتركيا احتمال تشوف تحالف شامل بين مصر وتركيا زي اللي حصل بين باكستان والسعودية، وده لو حصل هتبقى الطمة الكبرى على اسرائيل او هتبتدي الملحمة الكبرى. لان لو حصل تحالف شامل ان شاء الله بين مصر وتركيا، انت قدام 1,800,000 جندي اجمالي الجنود بتاع الجيشين، يعني قوة عظمى بمعنى الكلمة، واكتر من 9000 دبابة و8000 مدرعة و3000 مدفع واكتر من 900 طائرة مقاتلة هجومية، ده غير الهليكوبتر وطيارات النقل التقيل و31 فرقاطة و16 غواصة، ده غير انظمة الدفاع الجوي الرهيبة المتطورة جدا. طيب ايه كمان هتستفادوا مصر من التعاون ده؟ بص، في مثل كده بيقول لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد. ده اللي مصر بتطبقه في السياسة بتاعتها. معلش يعني انت دلوقتي لما تيجي تتعاقد وتتعاون وتعمل تحالف مع دولة رئيسها قال بنفسه في القمة العربية احنا مستعدين على مشاركة انظمتنا الدفاعية والتكنولوجيا بتاعتنا، ده معناه ان في الايام اللي جاية احتمال تلاقي جميع التكنولوجيا التركية الخاصة بالقوات والمهارات العسكرية عندك في الجيش المصري. وخلي بالك تركيا رائدة في المجال بتاع النظام الدفاع الجوي واطلاق الصواريخ والاسلحة وغيرها. تركيا عندها استقلال ذاتي في تصنيع الاسلحة بتاعتها، زي منصة يلمان التركية. المنصة دي عندها القدرة على اطلاق صواريخ بعيدة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى، وكمان عندها القدرة لاطلاق صواريخ تجيب الاهداف بدقة كبيرة جدا، ده غير الصواريخ الموجهة بالليزر. وخلي بالك كله ده
تصنيع محلي. فانت هنا كمصر عايز توطن تفكير صنع السلاح المحلي او تكبر فكرة تصنيع السلاح محلي، لازم تتحالف مع دولة زي دي، خاصة بعد التغيرات الجيوستراتيجية اللي بتحصل بوتيرة كبيرة جدا وسريعة جدا. يعني مثلا ممكن تلاقي الصديق عدو والعدو صديق، وكلنا شفنا ده لما اسرائيل ضربت قطر واسرائيل اصدقاء. بس سيبك من كده، امريكا اللي هي الصديق الاول لقطر عملت ايه؟ وقفت تتفرج حتى ما دفعتش. فمصر مدركة حاجة زي دي وبتحضر نفسها ان هي تكون رائدة في صناعة الاسلحة في المستقبل القريب. وطول ما العدو واحد لمصر وتركيا، فالتحالف ده كده كده هيحصل عاجلا ام اجلا. فدي رسالة ردع قوية جدا موجهة من الجيش المصري والجيش التركي لاسرائيل، انت مش لوحدك في المنطقة، وقد اعذر من انذر. طيب حد يقول لي بقى ايه اللي هتستفاده تركيا من تحالف زي ده او تعاون زي ده مع مصر؟ تركيا هتستفاد من تحالف زي ده في المقام الاول، وهو انها توقف اسرائيل عند حدها وتقول لها لا، ما تتوسعيش في المنطقة اكتر من كده. ده غير ان اردوغان عنده فكر او ايديولوجية معينة، وهي استعادة الدولة العثمانية تاني كقوة عظمى في العالم. وعشان يحقق الهدف ده من وجهة نظره او من المنظور التركي، هو شايف ان لازم يكون في تعاون بينه وبين الدول، امتداد القوة العسكرية بينه وبين الدول وتبادل الخبرات عشان يحقق الهدف ده. والخلاصة عشان ما بقاش طولت عليك، اسرائيل حاليا في مأزق كبير جدا جدا بالتحالفات اللي بتحصل حاليا في المنطقة. السعودية وباكستان ده تحالف من وجهة نظري كبير جدا وعظيم جدا، ومصر وتركيا ده برضو اتحاد كبير جدا وعظيم جدا. بس زي ما قلت لك، الطامة الكبرى واحسن حاجة ممكن تحصل في الوقت او العصر الحديث لما يتحالف تركيا ومصر وباكستان والسعودية. والحقيقة لازمك تحالف زي ده عشان تقدر تدافع عن المقدسات العربية والاراضي العربية، وخاصة ان باكستان دولة اسلامية. قول لي في الكومنتات ايه رأيك لو تحالف زي ده حصل بين الاربع دول دول، واشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.